الفيديو ده عن آخر أفلام ديزني اللي المفروض تنزل سنة 2023 و 2024. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واكتبولي في الكومنتس ايه أكتر فيلم متحمسين ليه. وأول فيلم معانا في القايمة هو Monsters at Work Season 2، وحوش في العمل الجزء التاني. وأكيد كلكم فاكرين الفيلم اللي كبرنا عليه من واحنا صغيرين، شركة المرعبين المحدودة، وعلاقة الصداقة ما بين شلبي سلوفان وكورتي البعبع. ومن المفروض ان الفيلم هينزل في السينما خلال الشهور الجاية ان شاء الله. Kiddos, it's been 2 weeks. What do you got? Only took him 2 hours. So proud of you two. I got 2 words for you. Season 2. In a faraway kingdom, there lived a beautiful princess named Snow White. وتاني فيلم معانا في القايمة وهو قصة سنو وايت. القصة اتعملت أفلام كتير سواء أنيميشن أو أفلام عادية، لكن حقيقي القصة مهما مر عليها سنين ما بتقدمش. قصة أميرة التلج الجميلة اللي عايشة مع مرات أبوها اللي بتحاول تخلص منها علشان تفضل هي أجمل واحدة في المملكة، واللي هتقابل الأقزام السبعة وهتعيش معاهم وهيبقوا أصحابها، وبعدين هتاكل التفاحة المسمومة وهتنقذها قبلة الأمير. والمعلن إن الفيلم هيتم إطلاقه في السينمات يوم 22 مارس سنة 2024. Amongst the depths of the forest, in the oceans. وتالت فيلم معانا هو فيلم خيال علمي، وكلنا حبيناه وانبهرنا بجمال الجرافيكس بتاعته، والفيلم هو افاتار الجزء الثالث. ولو تفتكروا الجزء التاني كان نزل شهر ديسمبر اللي فات في كل السينمات. وقصة الفيلم كانت بتدور حوالين الجندي الامريكي اللي بيتم ارساله لقمر في الفضاء بيسمى بندورة، واللي بيبدأ يتعرف على كائنات النافي اللي عايشة في الكوكب ده، وهي كائنات لونها ازرق وطويلة جدا. والكائنات دي كانت عايشة في سلام واستقرار لحد ما البشر دخلوا الكوكب بتاعهم. وسبب دخول البشر للكوكب ده بأنهم كانوا بيدوروا على معادن نادرة جدا. وبتبدأ نقطة الصراع في الفيلم لما الجندي الأمريكي ده بيحب واحدة من كائنات النافي وبيتجوزها وبيكون أسرة معاها، وبيبقى هدفه الحقيقي بدل ما يدور على المعادن الثمينة اللي البشر محتاجينها إنه يحمي الكائنات دي من غدر البشر. ومن المقرر إن الفيلم ينزل في السينمات يوم 20 ديسمبر من سنة 2024. وكل جزء من الجزئين اللي فاتوا كانت ليه فكرة مختلفة عن الجزء التاني، فمتحمسة جدا أعرف الجزء التالت فكرته ايه، وأكيد انتوا كمان متحمسين. I needed their help, and they needed mine. But to ever face them again, I was gonna have to take it to a whole new level. Riley entered puberty, and everything got complicated. Is Riley here? I don't like this. ورابع فيلم معانا هو انسايد اوت الجزء التاني. ولو تفتكروا الجزء الاول اللي كان بيتكلم عن ولادة الطفلة رايلي، وعن الايموشنز اللي بتبقى موجودة عند اي انسان فينا، وهي الفرح والحزن والاشمئزاز والخوف والغضب، وعن تحكم المشاعر دي كلها فينا وفي تصرفاتنا. الفيلم كله بتدور فكرته حوالين المشاعر وتحكمها فينا وفي تصرفاتنا، وسيطرتها على كل حاجة بتحصل في حياتنا، وازاي مشاعرنا ممكن تتغير في لحظة من موقف للتاني، ومشاعر نفس الشخص تجاه الأشياء ازاي بتتغير بمجرد ما بيكبر في السن وبينضج. ومن المفروض عرض الفيلم في السينمات في سنة 2024. معانا وهو موفاسا ذا لايون كينج. أكيد انتوا فاكرين ان الفيلم اتعمل منه سلسلة أفلام زمان بس كانت كرتون. وقصة الفيلم هنا بتدور حوالين الأسد الملك موفاسا اللي هو أبو سيمبا، والصراع اللي دار ما بينه وما بين أخوه سكار على الحكم. وهنا هتبقى نقطة قوية جدا لو اهتم بقصة سكار نفسه علشان نعرف ايه هو سر سكار الحقيقي. ومن المفروض ان الفيلم هيتذاع سنة 2024. وسادس فيلم معانا وهو واش، وبتدور قصته حوالين آشا اللي بتطلب من نجمة الأمنيات أمنية كبيرة، فبتهديها النجمة بلورة طاقة علشان تقدر تحمي بيها أهلها من قوى الشر. والمفروض الفيلم ينزل في السينمات يوم 22 نوفمبر من سنة 2023. واخر حاجة معانا هو مسلسل وين اور لوز من انتاج بيكسر، واللي بتدور قصته حوالين فريق كرة البيسبول في مدرسة، والاحداث كلها بتدور في خلال الاسبوع اللي قبل المسابقة. والمسلسل هيبدأ عرضه في ديسمبر 2023. وبس كده، ودي كانت قائمة بأفلام ديزني اللي هتنزل في الفترة الجاية. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتس إذا حبيتوا نوعية الفيديوهات دي ولا لأ، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.